يماني لقى مبلغ كبير طايح في الشارع وهو اصلا راتبه 1500 ريال. يا هلا وسهلا، وقبل كل شيء نصلي ونسلم على نبينا شفيعنا وحبيبنا عليه افضل الصلوات واتم التسليم. هذا يمني اسمه منير. اليمني هذا جاي عن طريق الحدود بالتهريب، يعني في السعوديه موجود هو مجهول هويه، والكلام هذا له سنين ما هي بشوي كثيره. الرجل مشى 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 الين وصل محافظة بيشة. الرجل ما جابته الخطوة إلى السعودية وبالطريقة هذه إلا من الفقر والجوع والعدم، ويبغى يشتغل بالحلال عشان يوفر لنفسه وأهله في اليمن اللقمة الحلال الطيبة. الرجال توظف في مطعم في بيشة براتب 1500 ريال، ورجل ما شاء الله ممتاز، صاحب المطعم مبسوط منه، لكن عنده إشكالية إنه مجهول هوية. في يوم من الأيام بعد ما سولف صاحب مطعم دخوياه، قالوا يا ولد بتوهق أنت، والله بتوهق وبيقفلوا مطعمك وبيبهدلونك، ما تسوى. العامل بداله عامل، وهذا إذا ما قدرت تضبط وضعه وتصححه خله يمشي. خاف الرجال فعلا المسؤولية الحكومية، وفعلا كان معه حق في هالنقطة. المهم الرجال مشاه، قال الله يستر عليك. في ذيك الفترة يقول في برد وفي شتاء وتضايقت، يقول جلست دون عمل وأنا متضايق، ما جابتني الخطوة هذه كلها والروحة والمشي البعيد هذا إلا عشان آخذ لقمة حلال. في يوم من الأيام وهو قاعد يمشي كذا في الليل في ظلمة الليل، يقول ألقى ذيك الكيسة الملمومة لفتها، واضح أنها يعني ملمومة مرة يعني شديدة. حسيت إني سوداني، الله ونعم السودانية. المهم ملمومة مرة شديد. يقول وافتح لا أمات خمس، يمكن فيها مبلغ 1000 ريال و2000 ريال مئات، وعدها لو 25,000 ريال. يقول في ذاك الوقت تسوى لها 100,000. يقول أنا في حاجة المبلغ هذا، يقول يعيشني سنوات ويغير حياتي وحياة العائلة هناك. يقول بيضبط أمور كثيرة، بيغنيني فترة طويلة. يقول لكن فكرت أنا ليش جيت من اليمن؟ أبغى الحلال. طيب هذا حرام ما راح يدوم لي، بالعكس يمكن مرضي، يمكن هلاكي، يمكن حياتي كلها تتكركب عشان هالمبلغ اللي ما هو بحلال. ما الله حله لي، واكيد الراعيه محتاجه، ما لمه بالطريقه ذي الا محتاجه. يقول نسيت ان ما معي هويه وبطاقات هويه واني مجهول هويه. يقول روح الشرطه. يقول يوم دخلت الشرطه السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ قالوا وش عندك؟ يمني مجهول هويه في السعوديه وراح برجوله الين مركز الشرطه. لكن اللي وداه وش هو؟ اللي وداه صدقه وامانته ووفائه مع الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ولهذا المبلغ اللي لقاه طايح في الشارع يبغى يشوف راعيه. يقول انا ما استوعبت اني رحت مركز الشرطه الا بعدين. يقول له وش وداني مركز الشرطه؟ انا ما معي بطاقه هويه، ما هو بقصده انه ما يبي يرد فلوس، لا بيردها. طبعا قبل يروح للشرطه قابل اخوياه. اخوياه قال انت ضعيف، انت خبل، انت مريض. يا اخي هذا رزق الله حطه قدامك في الطريق عشان يكون لك. قال لا والله الا هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء، ما هو بلي المبلغ ولا حل. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، راتبك 1500 وش تقدر تجمع وش تقدر تسوي؟ قال الله بيرزقني، اللي جابني من هناك واللي حفظني واللي اسقاني واسقى والدي والعالم والبشريه ومن على هذه الارض الله سبحانه وتعالى ما هم ضيعني ان شاء الله. قال عسكر وش عندك؟ قال لقيت المبلغ هذا طايح في المكان الفلاني. قالوا فعلا جانا بلاغ من واحد يدور فلوس له ضايعه. يوم عدى المبلغ له 25,000 ريال فعلا على المبلغ اللي بلغ فيه راعي. السلام عليكم، دقوا عليه سأل كيف الحال عساك طيب سعودي؟ المبلغ اللي ضاع لك كم؟ قال لي نعم 25,000 23,000 كلها 500 ألف أو 2000 مئات، والكيسة لونها بيضة كذا. قالوا تعال فعلا حصلنا حقك. جاء الرجال واخذ فلوسه. يقول قال من اللي حصله؟ قال الرجال هذا. يقول ابتسم في وجهي ومشى. يقول والله لا اعطاني فلوس ولا طالع فيني. يقول شكرني شكرا ما قصرت رحم الله والديك ومشيت. يقول انا ما رحت عشان يعطيني فلوس، انا وقفت ابري ذمتي امام الله سبحانه وتعالى ومشيت. يقول قلت رزقي على الله سبحانه. يقول مشيت. يقول توني استوعب ان العسكر ما وقفوني ولا قالوا ثباتك. يقول انا اصلا اول ما دخلت العسكر انبسطوا واستانسوا، وش هذا الرجل اللي جاء عندنا ويسلم مبلغ وهو اصلا في حاجه، يمكن ما جاء من اليمن الا محتاج.
يقول فاكيد واثقين فيني، قالوا ما جاب هذا الرجل لبرك الشرطه الا اكيد مع اثباتات اموره وكل شيء، فما حد سال عني ولا حد سال عن اثباتي، والله سترني سبحانه وتعالى. يقول مشيت. يقول يمر شهرين، يقول انا مسولف لاخوياي، واخوياي تناقلوا سالفتي هذه عند معارفهم عند اخوياهم. واحد من اللي معي في العزبه يقول سولف الواحد من اهل جده من جماعتهم، واللي في جده سولف الواحد من التجار اليمنيين في جده، وقال هذا خبل درويش عطى لقى فلوس وراح وردها للشرطه وكذا وكذا، وحتى يوم راح للشرطه ما كان معه اثبات ولا كان معه شيء ومهبول، بالعكس هذا امين وهذا وفي وهذا يخاف الله، والناس تدور اللي مثل هذا. التاجر اليمني هذا سولف الواحد من التجار الكبار السعوديين في جده، وبعد ما سولف له قال الله يرحم والديك تكفى ابغاه يجيني جده باسرع وقت ممكن، ابيه. يمني مجهول هويه راح لمركز شرطه، والسبب انه لقى مبلغ كبير جدا طايح وضايع في الشارع. المهم بعد ما سمع القصه انت يا التاجر السعودي في جده، قال تكفون ابغاه يوصلني لجده، اذا يقدر يوصل ويجي خلوه يجي. فعلا يومين 3 ايام الا الرجل هذا منير هذا عند التاجر السعودي، قال حياك الله ابغاك تعطيني قصتك من البدايه. يقول اعطيت القصه كامله. قال يا اخي انت ما خفت من الشرطه يوم وديت؟ قال انا نسيت اصلا ان ما معي اثبات وان كذا وكذا. يوم شفت المبلغ هذا ولمته ولفته دريت ان صاحبه في ضيقه وما جمع بالطريقه هذه الا عنده امر ما، وش يحله لي؟ انا ما جيت من اليمن بالطريقه هذه الا ادور الرزق الحلال اللي يرضي الله سبحانه وتعالى واقدر اصرف فيه على نفسي وهلي. ابتسم وقال بيض الله وجهك، والله اني ادور امثالك والناس اللي مثلك من بدة ملايين البشر هذا لو كلموه. يا فلان قال نعم. قال وظفوه في احسن قسم عندنا في الشركه براتب 5000 ريال، وعطاه ميزات ومغريات ما يحلم فيها احد في وقته. حتى الان قليل من الاجانب يمكن اللي يستلم 5000 ريال. لا اله الا الله، الله اكبر. يقول يفتح الله له الارزاق ويفتح الله له بركه وينبسط. سبحان الله العظيم كيف الله امتحنه وكيف الله اختبره وكيف الله رزقه مبلغ اللي وصل له. يمكن في ناس يستلمونه كثير من الاخوان اليمنيين او غيره، ولكن بعد يمكن 15 20 سنه 30 سنه من الخبره ومن المجال ومن الى اخره. وسبحان الله الله رزقه وفتح الله عليه. لا اله الا الله. ومن هالقصه انا اجدد حبي وتقديري واجلالي والشيء الكثير للاخوان اليمنيين. انا يربطني بهم صداقات كبيره جدا. اعرف التجار منهم، واعرف الناس البسيطه منهم، واعرف الناس اللي في وظائف عاديه جدا، وكلهم اصدقاء واحبه لي. والله اني افتخر بمعرفتي فيهم وبتواصلي فيهم، ولهم جمايل ومعاريف علي انا في امور كثيره في حياتي. فانا افتخر واتشرف واحتفظ بمحبتي وصداقتي مع جزء كبير منهم. اخوان اليمنيين تلقى فيهم كل الصفات الطيبه، الوفاء والامانه والصدق والكرم والاخلاص وكل علم طيب تلقاه فيهم. مستحيل انك تعرف يمني الا تلقى فيه اغلب الخصال. صلى الله يبارك فيهم ويحفظهم ويفتح لهم ابواب رزقه كلها. قولوا امين. هذه قصتنا، واللي خير من قصتنا وافضل منها كلام الرسول اللهم صل وسلم عليه. الرسول شو يقول؟ افضل الصدقات سقي الماء. حنا في افضل ايام السنه 10 ذي الحجه، هي افضل ايام السنه، وهذا شهر الله الحرام. في هذه الايام ضيوف الرحمن والمسلمين من كل ديره ومن كل دوله من اصقاع العالم يجون المكة لأداء مناسك الحج. أسأل الله أن يحفظهم ويتقبل منهم. في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة درجة الحرارة تفوق 45. تخيل أنت تستانس الشعور إذا أنك شربت موية باردة وأنت في بيتك وتحت مكيف، شعور عظيم وتحس أنها تبرد عليك، فما بالك أنك تسقي حجاج وضيوف من؟ ضيوف الله سبحانه وتعالى في منطقة الحرارة فيها مرتفعة جدا. وين؟ في أفضل بقعة على هذه الأرض وفي أفضل أيام السنة. وأجرك على من؟ على الله سبحانه وتعالى. رزقك اللي معك لك من الله سبحانه وتعالى، الله أعطاك إياه وأنت بتحطه في يد الله. فأوصيكم ونفسي في هذه الأيام بسقيا الحجاج، لأنه أجر وفضل عظيم. أسأل الله أن لا يحرم إياكم هذا الفضل العظيم. جمعية وادي نخلة المصرحة والمعتمدة من الدولة عندها هذا المشروع، وتسقي آلاف وملايين الناس في هذه الأيام المباركة. كيف نساهم ونشارك يا فالح؟ في صفحتي الرئيسية هنا في التيك توك في البايو تحت صورتي مباشرة بتلاقون الطريقة. أنا قلت بإذن الله تعالى عن نفسي إن بنسقي
أنا والمتابعين 150,000 حاج، كملنا 20,000 حاج، نبغى نكمل باقية ونقفلها، وبإذن الله نفرح أنا وياكم بإذن الله تعالى باكتمال هذا المشروع. عسى الله يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله. إن شاء الله أني وفقت في سرد هذه القصة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أخوكم فالح محمد، استودعتكم الله.